بدينا تربصات بأول تربص في شهر مارس، يعني بمزدوجين الجنسية والبيناسيونو، زيادة على اللاعبين المحليين. يعني كل أسبوع أول تربص كان من الجهتين، يعني اللاعب المحلي واللاعب اللي ينشط في أوروبا. ثاني تربص وثالث تربص، هذا ثالث يعني بالنسبة للاعبين المحليين، اللي باش نكسب بالوقت وتكون تشكيلة جاهزة بسرعة. يعني تربصات هذه في كل شهر متكررة تعطينا يعني الوقت لإيجاد يعني الأفضل العناصر اللي يكونوا جاهزين من الجانب التكتيكي، من الجانب يعني البدني، اللاعبين اللي يكونوا جاهزين مع نواديهم، اللي يكونوا يلعبوا بانتظام. وإن شاء الله نكونوا واجدين أهم شيء في الموعد في شهر سبتمبر إن شاء الله. باقي لنا الشهر هذا للمحليين، يعني تربص محلي. الشهر المقبل تربص تواريخ الفيفا، وإن شاء الله بعد في شهر يعني أوت يكون فيه تربص محلي لإيقاف قائمة يعني بالنسبة للاعبين المحليين اللي يكونوا جاهزين آنذاك، لأنه بعد التوقف ما نعرفش الحالة تاع اللاعبين، خاصة اللاعبين اللي يرجعوا من الإصابة أو لاعبين اللي ينشطوا كأساسيين مع النوادي. في بعض الأحيان لاعب يكون يلعب مع الفريق تاعو في نهاية الموسم، بداية الموسم ما يكونش يلعب. يعني نعطوا حق لكل اللاعبين إن شاء الله، ما نكونوش يعني ما نظلموا حتى واحد. اللي يكون في أفضل أحواله ويكون عنده المستوى ويستحق يكون في المنتخب يكون في المنتخب.